هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا رب. جيتكم اليوم أني في فيديو إن شاء الله تستفادون من يمه وكله فائدة إلكم، حتى لا فائدة شوية. نبدي الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. شوفوا لي حبايبي ذني القراصات أو ذول القراصات شلون حلوات وناسكات ومرتبات. أعلمكم اليوم هاي طريقة خياطهن أو شلون حتى تستفادون من يمهن. بما إنه هسه موسم مدارس جاينا وهيك شي تقدرون تسوون من يمهن لأطفالكم أو لبناتكم وتستفادون من يمهن أو إلكم أو تاخذوهن هدية بعد إنتو شطارتكم. إن شاء الله تستفادون من يمهن يا رب. خياط سهل وبسيط. إذا تتذكرون قبل إحنا كان هذين القراصات شلون شي يسموهن، والله ما أعرف شي يسموهن، هسه أشوفكم إياهن. شوفوا لي إياهن هذين القراصات اللي نلبسهن ونلبس شال. هسه أكيد راح موديلهن وأصلاً ما حد قام يسوي هذا الشي. أكثر البنات يلبسوهن ويلبسون الشال أو بالبيت. هسه من تنكسر تبقى هاي الجهة أو تبقى وردة أنا راح أفتحها وأستفاد من القماش مالتها بخياط ذني القراصات. شوفوا لي الطريقة بسيطة وسهلة وإن شاء الله يا رب تستفادون من يمها مثل ما أني استفاديت من يمها. شوفوا حبايب، راح أفتحها لكم وراح تبين لكم شلون راح أستفاد من القماش اللي فتحته. إذا أول مرة تشاهدون قناتي اشتركوا بالقناة وتابعوا الفيديو للنهاية، إن شاء الله تستفادون من يمه وتحبوه. والله شغلة كلش حلوة وسهلة وبسيطة وتتونسون بيها أحسن من ما واحد قاعد وساكت بالبيت، وخصوصا للبنوتات، يعني حتى البنوتات عادي يستفادن من يمها كلش حلوة. واللي ما عنده ماكينة أيضا يقدر يخيطها بإبرة وخيط يعيد عليها مرتين ثلاثة عادي تمشي الأمور طبيعية تمام تمام. شوفوا لي هسه هاي فتحتهن، هذين خليتهن على صفحة استفاد من يمهن، وهاي همينة فتحتها. شوفوا حتى القماش مالتها حلو، كلش حلو القماش مالتها. وما أتصور أكو من يمه بالسوق لأن هو مال قراصات، يعني هو يعني مال القراصات، يعني ما أعرف يجيبوا القراصات ما أعرف شلون. شوفوا هذا اللاصق قلت لازم نتخلص من يمه. هسه هنا هذا عندنا الشريط طلعناه وشوفوا راح أبدي أخيطه. شوفوا لي إياها هسه هنا قلبت القماش وراح أبدي ألفه لفة زينة على مود لا يسلت، وبنفس الوقت قلت لكم القماش يقوى، العفو الخياط شوية يقوى. شوفوا هسه هنا خيطت لكم خياط زين. إن شاء الله يا رب تستفادون منه، وأكيد إذا تحبون قناتي اشتركوا بالقناة ولايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هنا وخرت اللاصق من القماش على مود الماكينة شوية تمشي بيه صار سهلة. شوفوا لي إياها، شوفوا هسه راح أرجع أقلبها أو أقلبها عادي ترهم. هنا قلبتها وشوفوا هسه راح أجيب اللاستيكة. طبعا هنا أني شوفوا هسه هاي قلبتها ورتبتها وتمام تمام الأمور. بس هسه شوي راح أجيب لاستيكة وأخلي دنبوس وأدخلها هذا الشريط عادي. هاي طبعا جاي أني أشتغل، من جاي أشتغل فما انتبهت على الكاميرا أو ما ركزت على الكاميرا. دائما أسهى عن الكاميرا هواي فصالات من أنزلها أنا بيها أسهى عن الكاميرا أو أنساها وأبدي أشتغل، ياخذني الحماس أشتغل. فهنا دخلت اللاستيكة أو هي لاستيكة، لازم لاستيكة على مود تربط الشعر. تردين تقيسين على القياسات تقريبا 38، بس انتي عينك ميزانك،
كل ما عينك ميزانك وحاولي هيك تفتحيها وشقد انتي ترتاحين بيها أو لفة الشعر واحد يرتاح بيها راح تسوينها. وهاي بهالطريقة هاي راح تضبط الأمور هنا فلة دنبوس. وأبدي أعقدها أو أشتها عقدات يعني هواية 3 4 قد ما أقدر. وأكيد همينة أخيطها حتى تضبط عندي أو تثبت عندي. شوفوا لي إياها حبايب. هسه هنا هاي ضبطت عندي اللاستيكة. وهسه ايش راح أبدي أدخل هذا القسم وأرتبه وأبدي أخيطه هو واللاستيكة بحيث تصير كلش مضبوطة. ولو شو تسوين ما راح تفلت. شوفوا لي إياها. أكيد إنتي وترتيبك بعد إنتي وترتيبك قلتلك وإن شاء الله تستفادون منه. وشغلة حلوة وسهلة وبسيطة وفد شي نازك ومرتب. شوفوا لي حبايب النزاكة والترتيب. طبعا هاي أنا وبنتي نتعارك عليهن. ها وشوفوا لي الألوان شلون حلوة وكلش حلوة. وشوفوا هاي العرض القراصة حسب القماش، يعني إذا القماش عريض راح يكون هيك عريضة، أو القماش شوية ضيق راح تكون هيك ضيقة. لهنا انتهى الفيديو مالتنا حبايب، ومع ألف ألف سلامة، وألتقيكم في فيديو لاخ. يلا باي باي.